إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سنبدأ في سلسلة من تدبر القرآن وفي موضوع جلل عظيم وكل شأن القرآن كذلك، لكن وجب قبلها أن أبين شيء أو أن نقف على شيء، وهو أولا أن ما سنخلص إليه بداية من هذه السلسلة، يعني ما سنخلص إليه من نتاج الدرس ونتاج التدبر، أننا وصلنا إليه تدبرا مع إخواننا، وإن كان فيه من صواب فالحمد لله وحده والفضل له وحده، والشكر بعد الفضل لله إلى من ذكرنا ومسكنا بالكتاب وردنا إلى تدبر الكتاب وحث عليه ورغب فيه. وإن كان ما سنقوله خطأ فكما يقال حق الرد مكفول، من أراد أن يرد ورأى أننا أخطأنا في شيء فهذا دأب ابن آدم، كل ابن آدم خطاء، لكن الرد بالبينات كما نأتي بها كلمة كلمة يرد علينا بمثلها، هذا واحدة، وأرجو أن لا نعود لهذه. فكل ما قلناه كذلك من دروس سابقات هو من تدبرنا نحن، يعني هنا مجموعة من الإخوة في الجزائر نتدبر وندرس القرآن والوحي ونخلص إلى ما خلصنا إليه أو إلى ما أوصلنا إليه تدبر الكتاب. هذا أولا. ثانيا، كثير من الناس يحب تدبر الكتاب ويفرح لما فيه من نور هذا الكتاب، لكن لماذا نتدبر الكتاب؟ أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه، تأمل. والجن قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا. هذا هو أصل القرآن، فكلام الله أمره عظيم، كلام الله عظيم، والعجب الذي في القرآن لم نحط به بعد علما بكل ما في القرآن. والأصل، وهذا كثيرا ما وقفنا عليه، أن تدبر القرآن يوصلنا إلى عجيب أمر، وغالبا هذا العجيب لم يقل قبل هذا، أي لم نسمع به نحن كذلك. نحن لا نتعمد أن نأتي بالغرائب ليقال أتينا بالغرائب، لكن والله لا، الدرس ندرس شيئا فشيئا فنصل إلى ما لم نكن قد سمعنا قبل هذا. فإذا وصلنا إلى عجيب أمر في الكتاب وهذا هو الأصل، فلا يستعجب منا كيف أتينا بالعجيب. هذا هو أصل التدبر، وإلا ما فائدة يعني أن تتدبر وتصل إلى شيء تكتمه؟ والله عندنا من عجيب أمر القرآن بحيث أننا أصبحنا نتحين المكان والزمان والمتلقين أيهم يعني له سعة صدر في تقبل ما وصلنا إليه من عجيب أمر هذا الكتاب. والذي نحن فيه اليوم سنصل إلى نتاج ما درسنا، لكن علينا أن نمر ببعض تصويب يعني في شأن صور وقصص القرآن حتى نصل إلى ما وصلنا بإذن الله. أسأل الله سداد القول، وأسأل الله أن يتجاوز عنا إن أخطأنا، وأن يزدنا علما، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمسكنا بالكتاب، وأن لا يجعلنا من الغافلين المفرطين فيه، حتى
يمتعنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بلقائه وبالنظر إلى وجهه الكريم. والله إخواني لم يبقى في هذه الأيام وعلى ظهر هذه الحياة أحلى من هذا الكتاب وأصدق من الوحي. والله لم يبقى شيء، عن تجربة لم يبقى شيء أحلى وأصوب وأصفى وأنقى وأحلى من هذا الكتاب. نبدأ إن شاء الله في درس اليوم، لكن قبل أن نبدأ فيه نصوب شيء. سنقف اليوم على تصويب أمر عظيم في الكتاب، وهو من سورة القصص. في سورة القصص جاء ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه، لكن في مرحلة ما سنتلو الآن الآيات قيل أنه في هذه الحادثة وفي هذا الموضع بالذات لم يكن نبي، ولكن الذي وقفنا عليه أنه كان نبي. حين هذا الذي سنعرضه عليكم الآن، وأسأل الله كما قلت سداد القول والرشاد. نبدأ بإذن الله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ها هنا سندرس هذه الصفحة وما فيها. الأمر في هذه الصفحة أمر جلل خطير. لماذا؟ لأن فيه أولا نفس قد قتلت، وفيه نبي قد قام بشيء ثم تاب منه وسأل المغفرة، وهذا الذي كان الله سبحانه وتعالى قال فيه عن موسى وفتناك فتونا. فالأمر ها هنا جلل خطير، وخاصة من الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذه تهمة واحدة. الثانية أن قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذه تهمة إلى نبي. وجب أن نتعرف من القائل، وجب أن يعرف المسألة ها هنا إخواني لا تحتمل الاختلاف، لأننا سنبرئ أحدا إذ اتهمنا آخر بالقول، لعلنا أخطأنا في حق هذا ونسبناه إلى هذا. فالمسألة ليست فيها وسع من الأمر أو من الحكمة أن نستزيد حكمة وفيها مجال للاختلاف. لا، هذه تستلزم التحقيق والتدقيق والتثبت. هناك قائل قال لنبي مقالا، المسألة لا يحتمل أن يقول قال المتقدمون ونقول وقال فلان لا، هي إما حق وإما تهمة بالباطل، إما حق وإما خطأ، لا تحتمل الاختلاف هنا. ثم منها سيتبين عظيم أمر. من هذا العظيم سنعرف كذلك ما أردنا أن نصل إليه بإذن الله، وكتاب الله يصدق بعضه بعضا. أولا موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة كثير يقولون أنه لم يكن نبي. ها هنا لم ينبأ بعد ولم تدركه النبوة بعد، لكن الذي سندرسه بإذن الله أنه كان نبي. ها هنا كان في حالة نبوة. ندرس ونثبت هذا الذي وصلنا إليه،
ثم بعدها نمر كذلك إلى تحقيق ما حصل من قتل، ومن الذي أراد أن يبطش، ومن القائل، ومن الذي تجرأ أن يتهم موسى عليه الصلاة والسلام بما اتهمه. ثم كذلك إن شاء الله نعرف من هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة في دروس سابقات قادمة بإذن الله. أولا بدأت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تجد من قال فيها هذه أولا تجد ريبة في القول، لا تجد قولا صريحا ما المقصود ها هنا بالحكم وبالعلم بعد أن بلغ أشده واستوى. وكذلك قال سبحانه وتعالى: نجزي المحسنين. أولا مثل هذه الآية بالضبط، إلا في اختلاف في زيادة كلمة واستوى. قيلت في يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قالوا هذه المعاني أن الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام قد آتاه حكما وعلما وكذلك يجزي المحسنين في يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا هي النبوة حينها. لكن في موسى لما لم تكن هي النبوة كذلك هذه الآية مثلها جاء في لوط عليه الصلاة والسلام: ولوطا آتيناه حكما وعلما، قالوا ها هنا المقصود بها النبوة. كذلك بعد ذكر هذه الآية في حق لوط عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قالوا ها هنا أي نبوة. فما يمنع أن كانت هذه الحكم والعلم في حق الأنبياء هي النبوة، لماذا في حق موسى عليه الصلاة والسلام ليست نبوة؟ ما الفارق؟ هذه واحدة. ثانيا كما قلت لن تجد يعني قولا ثبتا، إنما تجد اختلاف وقولا بريبة، وهو في الإقرار أنه كان نبي. ها هنا لعلهم خشوا أنهم إن قالوا نبي فكيف لنبي أن يقتل نفسه. لكن هذه أخي إذا قال الله شيء نحن لا يعني نؤسس قواعد ثم القواعد تلزمنا بالتدبر، لا، التدبر يعني أن تصدق ما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب، ثم الله عليم وحكيم لما قال وبما قال. أولا مثلا في قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، قال القرطبي في هذه، أنا لا أستدل بقوله، أنا أبين لك يعني اللجاجة والخلط ويعني عدم التحقيق، يعني أنهم لا تجد قولا ثبتا ينفي ببين أنه كان هنا نبوة، وأن المقصود بالحكم وبالعلم أنها النبوة. قال القرطبي قال: وكذلك نجزي المحسنين، قال أي العقل والحكمة والنبوة. كذلك العراقي الآلوسي قال في قوله تعالى: آتيناه حكما عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال أي نبوة على ما يروى، أسندها بالتمريض عن السدي بصيغة التمريض، قال على ما يروى أنها النبوة. لذلك قلت لا تجد قطعا جزما بأنه لم يكن نبي. كذلك قال محمد بن علي الشوكاني قال في قوله تعالى: آتيناه حكما وعلما، قال الحكم الحكمة على العموم، وقيل النبوة، وقيل الفقه في الدين. تأمل أخي، إذن الأقوال لم تكن أصلا على بينة ثبت تنفي أنه كان نبي، والصواب بإذن الله وإن شاء الله أنه كان نبي لما سيأتي بإذن الله. أولا تأمل أخي بعد هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال: ولما بلغ أشده واستوى. استوى أي أنه أكمل مرحلة، والاستواء هو الاستعداد والتهيؤ لأجل الاستواء أصلا لما بعد الاستواء، أن يستوي الشيء. يعني أنا لن نتكلم عن استواء الله سبحانه وتعالى، هذا أمر استوى حقيقة ونمر استوى، الاستواء يعني معروف في اللسان، لكن في حق الخلق وفي حق البشر الاستواء هو اكتمال مرحلة ثم الاستعداد بعدها لمرحلة بعدها،
ولذلك كان الاستواء. لكن تأمل بعدها، وهذه مهمة جدا أخي، في قوله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. موسى عليه الصلاة والسلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. تأمل في كلمة على حين، على حين. لو لم تكن هذه الكلمة، هذا اللفظ في هذه الآية، ودخل المدينة في غفلة من أهلها، يفرق. ما الذي يفرق؟ أن كلمة على حين، على أي التعمد، تعمد، على أي قصد، وحين أي التحين، أي أنه تحين غفلة الأهل. يعني تحين وقت الدخول، هو الذي قصده، يعني قصد التحين غفلة الأهل حتى يدخل. ودخل المدينة على حين، ليست صدفة يعني دخل فوجد القوم في غفلة عنه أو عن دخوله، لا، هو دخل المدينة على حين، أي تحين وقت الغفلة. لكن لماذا يتحين عبد على حين غفلة؟ يتحين وقت أن لا يراه الناس. هو قبلها لم يأتي بجرم، ولا يكون يعني لا نعرف في القرآن أن يعني سندا ثبتا أن شيء كان يمنعه من ملاقاة الناس والدخول جهارا وسط الناس. لكن على حين، وتنوين الغفلة، على حين غفلة، أي لتأكيد الغفلة. لماذا يتحين الغفلة؟ إلا لشيء واحد، أنه كان في مرحلة الدعوة سرا لنبوته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترته، يعني سنين 3 سنوات أو ما يقاربها، كان في فترة دعوة سر، كان يدعو سرا. قلت تحين الدخول غفلة، أي تكرار غفلة، على حين غفلة، هذا الدأب، أي دخول على حين غفلة من أهلها، ليس مصادفة، ليست يعني مجرد يعني وقت، لكن تحين غفلة الأهل. لماذا قلنا للدعوة سرا؟ هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة أمام طغيان فرعون، يعني كان في خوف من فرعون، لذلك بدأت الدعوة سرا ها هنا كما سيأتي تباعا. وهذا ما يصدق كما قلت، الآيات سباقها ولحاقها يصدق بعضه بعضا بهذا أنه كان نبي. ثم قال سبحانه وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نحن ها هنا بدءا لن نبدأ في تحقيق وتدقيق يعني الحدث، وهو القتل والاستغاثة والاستصراخ والقائل ومن اتهم من، لا، هذا فيما بعد. نحن سنثبت النبوة، لأن أن نثبت نبوة أولا سيكون العجب الذي سنصل إليه بإذن الله. تأمل، قال سبحانه وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أولا في قوله سبحانه وتعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته، لم يقل من قومه، قال من شيعته، لا يستلزم أنه من شيعته أنه من قومه، لكن من شيعته تستلزم شيء، أنه شايعه عليه، ما هو إلا الدين. هنا لا نعرف مشايعة إلا لدين، لتوجه معين في الدين. شيع، المشايعة هي المضي في سبيل واحدة للمكاثرة، يقال شاع الخبر، أي واحد ينقله إلى 2 وهكذا للكثرة والمكاثرة. والمشايعة في الدين هي جمع عدد للتكاثر إذا كانوا ذوي وجهة ومنهج معين ومقصد في الدين بذاته لأجل الكثرة والتكاثر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي تكثر، يحبونها، هناك مشاركة في حبها، في حب الهدف، الغاية واحدة. وإن من شيعته لإبراهيم، عن لوط عليه الصلاة والسلام، شايعه في الدين، كان معه وآمن به لوط عليه الصلاة والسلام، عن لوط
في العنكبوت قال تعالى فآمن له لوط. المشايعة غالبا كما قلت في الدين لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مذاهب وأحزاب وفرق لذات الدين لكنهم فرقوا الدين الجامع. قلت لهذا تجد المشايعة غالبا ما تجدها في الدين. ولقد أهلكنا أشياعكم الذين كانوا على طريقتكم ومنهجكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أي الذين كانوا ينصرونكم وعلى شاكلتكم. فإذا الذي استنصره بالأمس، بعدها قال سبحانه وتعالى بعدها بآيات فإذا الذي استنصره بالأمس استنصره. المشايعة في الدين تستلزم النصرة على الدين. قال سبحانه وتعالى فإذا الذي استنصره، يعني من حقي أن تنصرني لأني على دينك ونحن على دين، إخوة في الدين وكنا على منهج. لهذا قال فإذا الذي استنصره بالأمس، شيعته استنصره، وإلا بأي حق، هو ليس من قومه، لم يكن بينهم شيء. فإذا الذي شيعه، مشايعة ونصرة، وهذا من عدوه. العداوة ها هنا لا تعرف إلا كذلك بالدين. وهذا أمر، وهو تأمله أنت، تأمله في سياق هذه الآيات وفي طريقة دعائه موسى عليه الصلاة والسلام، في طريقة دعائه بعد أن قتل النفس. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي. انظر أخذ والرد هنا، انظر كيف أن تأمل ما الذي يمنع أخي، ما الذي يمنع أنه نبي. يعني كأنه هناك فصل لظاهر النصوص فصلت لكي يثبت أو ينفى أنه كان نبي. لكن تأمل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طيب قال بعد قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني قرأ ابن مسعود في قراءة ابن مسعود ابن لا يقرأ بها قال فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين. لكن كيف علم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له؟ قد غفر له ما اقترف يعني من عمل قتل النفس، وهذا شأن عظيم، وهذا شيء يعني ليس بالهين وليس باليسير. من أين له أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءه بعد إذ قال ربي اغفر لي، فغفر له. قال ربي بما أنعمت عليه. هنا ستصرف النعمة إلى تأويلات ندرسها مع بعض بإذن الله. أولا النعمة. أولا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل النفس أصابه غم، والغم هو ما يغلق الإنسان ويصيبه بحزن ليس بخوف، يصيبه حزن بحيث أصلا لا تعد له قدرة على التصرف الطبيعي. أصابه غم كالغمام، الشيء الذي يغطي ما قبله كلا، يغطي كل شيء حتى يفقد الإنسان صوابه ويفقد يعني رباطة جأشه. أصابه غم. قال ربي بعدها فغفر له. قال ربي بما أنعمت عليه. تأمل، قلنا كيف علم أن الله قد غفر له سبحانه وتعالى؟ كيف علم؟ وإلا فهو لم يستطيع أن يتصرف بعدها حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنه وغفر له يعني قتل النفس. النعمة والنبوة كذلك، ربط النعمة بالنبوة. عندنا في آخر هذه الصورة إذا قلنا أن السياق من المقيدات، نعم، والصورة تقيد نفسها بنفسها مع أن لها وصلا وربطا وترتيلا مع باقي القرآن كله يصدق بعضه بعضا، لكن من باب أولى يعني سياق الصورة وصورها يلزم الفهم. تأمل الله سبحانه وتعالى. طيب في نفس هذه الصورة في سورة القصص نحن نعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان أسوة للنبي عليه الصلاة والسلام. في آخر هذه الصورة قال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب.
شبيهة بالتي قالها لموسى، قيلت لموسى عليه الصلاة والسلام أو قالها: أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. في هذه قال موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. النعمة والرحمة التي كانت النبي عليه الصلاة والسلام بينها سبحانه وتعالى، قالها في نفس السورة: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي بالوحي وبالكتب وبالنبوة. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن، أي بهذا بعد أن أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا فلا تكونن به ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نفسها في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت الرسالة والكتاب والنبوة، في حق موسى عليه الصلاة والسلام كذلك علاقة النعمة بالنبوة، علاقة النعمة بالنبوة. تأمل في آيات يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. أنعم الله عليهم من النبيين. انظر، النبوة والنعمة. ها هنا قال: ربي بما أنعمت علي، أي من نبوتي، بالنبوة. وبالنبوة علم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. هم متلازمان. بالنبوة يعلم أن الله قد تجاوز غفر له، لكن بالنبوة أولا. عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد أنعمنا، نعمة النبوة. كذلك في قول موسى عليه الصلاة والسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء. في نون، في سورة نون قال سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما هي النعمة هنا؟ النبوة، نعمة النبوة. كذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي بما أنعمت علي، أي بالنبوة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال سبحانه وتعالى لزاما النبوة والكتاب في آخر السورة مثلها تماما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي بعد المنة بالنبوة وبالرسالة وبالوحي فلا تكونن ظهيرا للكافرين. هو هنا قال عن نفسه: قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفي يوسف، عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، أي نعمة النبوة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كذلك كما قلت تأمل فقط في قوله: كلامه لا يقوله إلا نبي، ولا يبشر بأن الله قد تاب عليه وقد غفر له وعفى عنه حتى يواصل الكلام بعد الغم. قال له سبحانه وتعالى: ونجيناك من الغم. كان في غم في هذه الحال، لا يقوى أن يواصل الكلام والتلقي وحياته بعد أن أصابه غم إلا أن يبشر أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له، فكيف علم ذلك؟ كذلك تأمل كما قلت في سياقه، قال في كلامه موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان الأخذ والرد في هذه الآيات. قال بعدها: قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بعدها قال: فقال ربي إني، يعني عندما سقى لامرأتين قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما هو الخير هنا؟ الأولى نعمة النبوة. قال له: مع ذلك أنا ما زلت فقيرا إليك. شاهده قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما هو الخير الذي ينزل على المؤمنين من ربهم وكان يأباه الكافرون والمشركون؟ إلا الوحي والنبوة. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي بهذا فقير. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي بهذا الوحي وبهذه النبوة. قلت تأمل أخي في القصص، قال تعالى: هذه واحدة أخرى شاهدة على أنه كان نبي. قال تعالى بعدها: وما كنت ثاويا
في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. قال هذا بعد أن قص عليه من نبأ موسى، قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قص عليه ما كان من شأن موسى عليه الصلاة والسلام. فالثاوي ها هنا هو موسى هو الذي كان ثاويا في أهل مدين. ماذا؟ يتلو عليهم آياتنا في أهل مدين، وليس شعيب. المقصود لزاما لم يكن شعيب، لماذا؟ لأن الثاوي ماذا تعني كلمة ثاوي وثوى؟ أي نزل بمكان وأقام فيه ولم يكن فيه أصلا، أي ليس من أهله ولم يكن فيه أصلا قبل هذا، فهو كالضيف المقيم. الضيف إذا دخل على من يضيفه هو ثوى إليه، لكن هو ليس من أهل الدار وأهل البلد. دليله قوله سبحانه وتعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين. هم لم يخلقوا في جهنم لكن دخلوها، هم زائرين دخلوا إلى جهنم ثم يمكثون فيها. أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. يوسف عليه الصلاة والسلام أكرمي مثواه، هو لم ينشأ في هذه الدار وهذا البيت، لكن أكرمي مثواه، مقامه الآن دخل عليه جديد. في هذه قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وماذا كان يفعل؟ يتلو آياته سبحانه وتعالى. كذلك تأمل في واحدة عندنا مثلا في سورة الكهف عن قول الخضر عليه الصلاة والسلام، قال: وما فعلته عن أمري. قال فقط هذه الكلمة: وما فعلته عن أمري. قال كثير من أهل العلم وكثير من لا يعنى بتدبر القرآن، قال هذا أصرح دليل على أنه كان نبي. ماذا قال؟ قال: وما فعلته عن أمري، أي كان يأتمر بأمر. كل هذه الأفعال التي قام بها الثلاث مع موسى عليه الصلاة والسلام قال: وما فعلته عن أمري. قالوا بهذا كان نبي يتصرف ويؤتمر بالوحي، لذلك قال: وما فعلته عن أمري. قالوا هذا دليل النبوة. موسى عليه الصلاة والسلام ها هنا قال أصرح وأكثر من هذا. تأمل في هذه. عندنا في حديث الشفاعة الطويل، وهذا دليل أصرح ما يكون في يثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ها هنا نبي. في حديث الشفاعة عندنا أن الأنبياء يفزع إليهم الناس ليشفعوا لهم، فماذا يكون الرد؟ أولا، كل نبي ها هنا عدا النبي عليه الصلاة والسلام سيذكرون ذنبا أو إثما حالة كانوا أنبياء. تأمل هذه حالة كانوا أنبياء، فيذهبون مثلا إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، يستشفعون عنده كي يشفع لهم عند الله، فيقول: إنه كانت لي دعوة فدعوتها على قومي، أي حينما كان نبي. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: إني كذبت 3 كذبات، ذكر ذنبا حالة كان نبي. ثم يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ تأمل جيدا، ماذا يقول؟ قال: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. قال: إني قد قتلت نفسا لم أؤمر. ضع ما شئت من الخطوط تحت كلمة لم أؤمر بقتلها، حالة القتل قتلتها ولم أؤمر بقتلها. من الذي كان عليه أمر يأمره فيأتمر وينتهي إذا لم يأته الأمر؟ إلا الأنبياء. قال: لم أؤمر. قلت بشابهتها بمثلها قالوا عن الخضر عليه الصلاة والسلام، قالوا نبي، إذ قال: وما فعلته عن أمر. قالوا ها هنا لأنه كان يأتمر بأمر فهو نبي. موسى عليه الصلاة والسلام قال: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. ثم جاء سياقه مع سياق ذكر من ذكر من ذنبه من الأنبياء، قالوا هذه الموانع التي رواها حالة النبوة. وموسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل هذه النفس قتلها خطأ، لكنه كان نبي، كانت نبوة. سندرس فيما بعد
يعني أحداث القتل وما يليها واتباعها لنثبت أصل عظيم. سنصل إلى شيء في صورة أخرى كذلك نثبت من القائل وغيرها، لكن نتابع في شيء مهم. لكن لقائل أن يقول هناك مانع صريح في الكتاب يبدو، أو الذي دفع الناس أن يمتنعوا من قول أن موسى عليه الصلاة والسلام ها هنا كان نبي، وهو وقت ما كلمه سبحانه وتعالى تكليما. نقول أولا قبل أن نفصل فرق أخي بين النبوة وبين الرسالة وبين المنة ورفعته له سبحانه وتعالى بأن كلمه تكليما. فرق بين التكليم وبين النبوة وبين الرسالة، وهذا ما سيأتي تفصيله بإذن الله. قلت الموانع مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، يعني بعد إذ ما آنس موسى عليه الصلاة والسلام نارا وقال لأهله ما قال امكثوا إني آنست نارا، قال سبحانه وتعالى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. قالوا ها هنا الله سبحانه وتعالى هذا أول مرة موسى عليه الصلاة والسلام يتعرف أو يعلم سبيل ربه ويعلم من ربه، وهذا فيه دليل أنه فقط ها هنا نبئ وها هنا كلم ويعني سلمت له الرسالة. وهذا الحدث كان بعد أن قتل النفس وخرج من المدينة ولبث في مدين ما شاء له الله أن يلبث. لكن كما قلت فرق بين الكلام أن يختصه الله سبحانه وتعالى ويزيده من فضله ومنته تكليما، وبين النبوة بدءا ثم الرسالة. تأمل كذلك يقول لقائل أن يقول الله سبحانه وتعالى قال له وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. قالوا ها هنا الاختيار أول مرة اختاره الله سبحانه وتعالى فاستمع لما يوحى، أي ها هنا فقط تلقى الوحي، هذه المرة الأولى التي تلقى فيها الوحي. وقوله كذلك سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي ها هنا فقط علم وتعرف على ربه سبحانه وتعالى. لكن كما قلت فرق أخي بين الكلام وبين النبوة، بين أن كلمه سبحانه وتعالى تكليما رفعه بها درجة عن بعض الأنبياء عن الأنبياء واختصه بها أن كلمه سبحانه وتعالى تكليما، وبين النبوة هذا موضع التكليم وليس موضع النبوة. لا يمنع هذا من ذاك، لا يمنع أنه كان نبيا قبلها حتى يكلم الآن. أما سياق الآيات فتأمل معي. يقول سبحانه وتعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذه رفعة. ثم ذكر من بين رفعة الدرجات عن الأنبياء بعد النبوة قال سبحانه وتعالى وكلم موسى تكليما، أي هذا زيادة في الرفعة وفي الدرجة. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم كان نبي مكلم، نبي مكلم، كان نبي أولا ثم مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى. قال له كذلك الله قال لموسى قال يا موسى، تأمل في هذا، قال له في الأعراف في آية في الأعراف قال الله سبحانه وتعالى لموسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا الموضع قال له بعد أن وجد موسى من قومه ما وجد من اتخاذهم العجل، وهذا في مرحلة متأخرة بعد فرعون وبعد كل القصص والتفصيل. قال له يا موسى إني اصطفيتك. هل لزامه أنه اصطفاه حينا؟ لا، إني اصطفيتك منذ مدة، لكن هذا زيادة تذكير لا يستلزم أنه عندما قال له إني اصطفيتك أي هذا حينا الآن. كذلك عندما قال له أن اخترناك لا يستلزم أنه اخترتك الآن. هذا ثم تأمل. أما قوله تعالى إني أنا ربك وقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لقائل يقول هذه الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى هذه أول مرة يتعرف موسى على ربه. نقول لا يستلزم، فلا تعني بالضرورة أنه يعرفه به لأول مرة، بل هي تعريفه بجهة المتكلم. ها هنا يعرفه من الذي
يتلقى منه الكلام. من الذي يكلمه؟ قال له إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا هو. ثم تلقى ما تلقى من الرسالة. كذلك عندنا الله سبحانه وتعالى قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقلها له بداية الوحي، قال له في مرحلة متأخرة. لا يستلزم أنه عرفه به، أي أن هذه أول مرة تسمع مني أو أوحي إليك، لا، هذا زيادة تثبيت، هذا زيادة تثبيت. أي معناه عندما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها قبلها، لا يعلم أنه لا إله إلا الله، لكن ليثبته بها زيادة تثبيت. عندنا شاهد ودليل تأمل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع وتلقى من جبريل عليه السلام الله في الغار وما كان من شأنه العظيم، لكن بعدها في حديث صحيح يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته. كان رسول الله دخل مرة إلى السوق فدخل فرآه قد سد الأفق بأجنحته الأفق، رآه بصورته، ليست المرة الأولى. فخاف منه النبي عليه الصلاة والسلام فزعا فولى مدبرا. ماذا قال له جبريل؟ كان يقول له يا محمد جبريل جبريل. هل هذا معناه أنه أول مرة؟ لا، أي أنا جبريل الذي كنت آتيك بالوحي سالفا، لكن بهذه الطريقة وبهذه الصورة هذه أول مرة. كذلك الله سبحانه وتعالى نبأه، لكن هذه أول مرة يكلمه فيها تكليما، ازداد بها رفعة ومنة ودرجة وفضلا عن باقي الأنبياء. قال كلم موسى تكليما، رفع بعضهم درجات ثم اختصه بالكلام. ها هنا يبين له جهة المتكلم، ليست أني أول مرة أنك تعرف ربك يعني سبحانه وتعالى، لا، هذا يبين له جهة المتكلم. كذلك في سورة طه عندما قال له الله سبحانه وتعالى وبدأ يذكره بمنته عليه في قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى، ثم قال وأوحينا إلى أمك ما يوحى، ثم قص عليه من نبئه عندما كان صغيرا إلى غيره ما كان فضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. ها هنا كان يذكره بالفضل، يذكره بفضله بشاهد، قال ولقد مننا المنة، ولقد مننا عليك. هذا شبيه لقوله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه الصورة ليست أول صورة وليست أول مرة الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي، لكن هذا تذكير بالمنة، لا يستلزم أنها أول مرة. كذلك عندنا مثلا في الشعراء من الموانع التي قد يراها الناس مانعا أن يكون نبيا قبل أن يكلمه الله سبحانه وتعالى، ما جاء في سورة الشعراء عندما قال فرعون إلى موسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه الصلاة والسلام فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لقائل أن يقول حتى الرسالة جاءته صريحة في هذه الآية أنه بعد أن فر منهم وذهب إلى مدين بعدها كلمه الله سبحانه وتعالى بل بلسانه قال فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أولا تأمل فرعون ماذا قال له؟ قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كان على دين على غير دين فرعون، من الكافرين أي كفرت بديني، ثم كفرت بديني ولم تكن على ديني، وهذا لا يكون إلا بنبوة. ثم تأمل في واحد، نحن نتكلم عن النبوة، ليس أنه أرسل إلى فرعون. في هذه الآية لم يذكر صريح النبوة، قال وجعلني من المرسلين أي إليك إلى فرعون، جعلني من المرسلين لك. الآن جاني أمر بالآيات الكبر وبالبينات وبالسلطان المبين وبالرسالة إلى فرعون، لكن هذا لا يمنع من النبوة قبلا. هذه رسالة، نحن نتكلم عن النبوة، يجب أن تفصل الأمور وتبين. نحن لا نتكلم عن الرسالة وعن التكليم، نتكلم عن نبوته، لا يوجد ما يردها
على عكس ما وجدنا من سياق الآيات قال قتلت نفسا ولم أؤمر بقتلها. من الذي يأمره ومن أين كان يجب أن يتلقى أمر القتل أو الامتناع عن القتل؟ كما قلت هذا في الرسالة وليس عن النبوة التي ثبتناها بإذن الله. كذلك تأمل في واحدة. الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا عن شأن الله سبحانه وتعالى العظيم في إنزال الوحي قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة خوفا من الله تعالى. السماوات تأخذها رجفة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا أو صعقوا خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه صلاة الله وسلامه فيكلمه الله من وحيه بما أراد. طيب، هذا شأن الله أول مرة يعني. إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام أول مرة سمع الله سبحانه وتعالى، فكيف وهو قد فر هاربا من ثعبان عندما استحالت عصاه وتحولت إلى ما تحولت، فر هاربا خوفا منها، وعندما سمع كلام الله لم يجد في نفسه شيء من الخشية ولا من الخوف. والله سبحانه وتعالى الملائكة الشداد إذا سمعوه صعقوا وخروا سجدا. أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام يعني الذي يمنع من أن يصعق ومن يمنع مما أن يجد كما وجدت الملائكة أنه كان علم أن هذا ربه الذي كلمه الآن، الذي أوحى له وأمنه، أي كان يعرفه قبلا وكان يوحي له قبل هذا المقام. كذلك عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع جبريل أول مرة يعني ينزل يقول دثروني دثروني زملوني، وموسى عليه الصلاة والسلام ليس جبريل، رب العزة يسمعه ولا يجد شيء في نفسه، لا يجد من الخشية ومن الخوف شيء، وهذه أول مرة. تأمل في هذه. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرى الآيات الكبر عندما أعرج به إلى السماء ملئ إيمانا وحكمة. وموسى عليه الصلاة والسلام هكذا يتلقى أول مرة ويتعرف إلى الله سبحانه وتعالى أول مرة ويكلمه تكليما دون سابق تمهيد لكي يطمئن به. ثم تأمل كذلك في هذه. عندما ذهبت خديجة عليها سلام الله أخذت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ابن نوفل وأخبرته ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لها؟ قال له: الذي آتاك هذا الناموس الأعظم الذي تنزل وكان يتنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. هذا حالة بدء النبوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل شبه له هذه الحالة بحالة موسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل، هل يعقل أخي أن يكلمه أولا يأتيه جبريل، يأتيه الله سبحانه وتعالى يكلمه كلام الله سبحانه وتعالى، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعدها يتلقى من الرسل، يتلقى من الملائكة. الأولى أن يمهد له الملك ثم يأتي عظيم الشأن الله سبحانه وتعالى ويكلمه تكليما. هذا في تثبيت أنه كان نبيا عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة وحين ما سردنا لكم من قصص هذه القصة. الآن سنمر بإذن الله إلى أمر جلل خطير منه، سنعرج على باقي التدبر وما وصلنا إليه، وهو القتل، كيف قتله ومن الذي كان من شيعته ومن المقتول وكل هذا، والقتل كيف كان وغيرها. بإذن الله نمر إلى الدرس القادم بإذن الله.